مايك تشيك، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في افضل برنامج اذاعي على الاطلاق، اذاعه اكس. وبدون اي مقدمات خلونا نبدا. حياكم الله يا جماعة الخير في إذاعة إكس. وكالعادة يا أخوان قبل ما نبدأ لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان، لأنه صدق يا أخوان كثير يشوفوا المقاطع بس ما يشتركوا ولا يضغطوا لايك. وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الأضحى، الله يعيده علينا وعليكم صحة وعافية إن شاء الله. وخلونا يا أخوان نتكلم عن آخر الأخبار اللي صارت الفترة الأخيرة. طبعا زي ما الكل ملاحظ الميركاتو هادي ما في انتقالات قاعدة تصير، وموضوع أحمد شو الظاهر إنه طول شويتين، ولكن يا أخوان لا زلت عند كلامي، أحمد شو مفصل تفصيل الفالكونز في البودكاست اللي صار على قناة مساعد الدوسري، واللي كان بعنوان صانع محتوى فالكونز رقم 14 واستفهام. تكلموا في البودكاست هذا عن مواضيع جدا كثيرة، ومن أهمها كان موضوع أحمد شو إنه بيدخل فالكونز أو لا، أو احتمالية دخول أحمد شو الفالكونز. وتكلم مساعد بشكل جدا صريح إنه فعلا أحمد شو يناسب فالكونز ويناسب الأعضاء الموجودين داخل فالكونز. أحمد شو كشخص وكيوتيوبر بالنسبة لي من الناس المحببين، يعني قد اشتغلنا سوا، طورنا سوا قبل حتى فالكونز، ولنا معرفة قوية وممتازة. وأحمد مكسب الفالكونز وفالكونز مكسب الأحمد، هذا شيء أكيد للطرفين. ويناسب المجموعة، نعم يناسب مجموعة، لأن علاقته كويسة مع كل الشباب واشتغل معاهم كامل فيها، فهذا على جنب. وكمل كلامه وقال انه بكل صراحة إدارة 13 نجم او صانع محتوى جدا صعبة، فما بالك لما يضيفوا عليهم واحد زيادة واللي هو العضو رقم 14. فإدارة الموضوع راح تشكل صعوبة على إدارة فالكونز. ومساعد شبه الموضوع هذا تشبيه جدا جميل، وهذا كان التشبيه. خلنا نسأل مثال، ليش ما أفرقة الكورة ولا أي رياضة ثانية يجمع لك 20 نجم؟ ودهم صح، بس ما راح يقدر إنه يعامل الجميع بنفس نجوميته ويعطي الجميع حقه، كلم مبالغ مادية. فاليوم لو أحمد جاء راح نتكلم بتكون في تحديات مالية تضر صناع المحتوى الحاليين حتى الجاي، لأن اليوم أي شخص بيجيك فالكونز هو يبغى إنك تقدم له إضافة محتوى، ونوع المحتوى أكيد إضافة مالية. وعلى فكرة يا أخوان الموضوع ما هو فقط موضوع مالي أو مادي، الموضوع يتعلق بقيمة صانع المحتوى اللي راح يضمونه. وفي هذه الحالة احنا نتكلم عن أحمد شو، فالامتيازات اللي راح يتحصل عليها أحمد شو ما هي زي امتيازات مثلا نقول يوتيوبر تو بادي على سبيل المثال يعني. فأنا أشوف من وجهة نظري يا أخوان إنه موضوع أحمد شو طول زيادة عن اللزوم زي ما قلت لكم، ولكن خلينا نقول ان شاء الله انه قرب من النهايه. يعني انا ما ادري، لكن ان شاء الله انه قرب من النهايه. اما بالنسبه للاخبار المتداوله الفتره الاخيره، ونبداها بفريق فالكونز وتحديدا في مجال الرياضات الالكترونيه. وفالكونز يا اخوان حققوا الميجر الثاني من الدوري السعودي للرياضات الالكترونيه للعبه روكت ليج، وهذا الشيء الصراحه يا اخوان يعني من عوائد فالكونز، ما شاء الله شادين حيلهم بشكل جدا كبير في الرياضات الالكترونيه، ونقدر نقول انه هذه عوائد فالكونز. وشفنا صانع المحتوى دربحه يوصل لعدد 1,000,000 متابع على منصه كيك، الله يجعلهم شاهدين له ولا عليه. ويوم انك تتكلم عن عدد زي 1,000,000 متابع وعلى منصة بثوث مباشرة، فتوقع انه هذا حدث غير مسبوق عندنا، انه صناع المحتوى السعوديين يوصلوا للارقام هذه في منصات البث المباشر. طبعا شونغ ما شاء الله واصل 1,200,000، والان دربحه يكسر حاجز 1,000,000 متابع. وفي هذه الحالة احنا نتكلم عن الكيك طبعا. ويعني للي مو متابعني على الكيك يا اخوان، تراني ابث بشكل شبه يومي هناك، نسولف وناخذ ونعطي مع بعض، فالرابط راح تلقوه في الديسكربشن. وسالفة دربحه يا اخوان في البثوث المباشرة هي سالفة شوية يعني عليها كلام من قبل الجماهير طبعا، وكانوا يقولوا انه دربحه مشاهداته عبارة عن بوتات، وكلمة بوتات هذه دائما تتكرر في منصات البث المباشر زي كيك وتويتش. ففي الايام اللي فاتت صانع المحتوى ابو عمر استضاف دربحه عنده في برنامج هوت وينز، وجاله سؤال يخص موضوع البوتات عنده في البثوث المباشرة، وهذه كانت اللقطة اللي اتوقع اغلبكم شافها. تحلف على المصحف انك ما قد استخدمت بوتات؟ والله العظيم وبكتابه الكريم اني ما قد استخدمت بوتات، ولا خليت احد يستخدم لك بوتات، ولا خليت احد يستخدم لي بوتات. انا حاكل 10. واللقطة هذه يا اخوان كانت بمثابة رد لكل شخص قاعد يقول انه الدربحة يستخدم بوتات، او انه في احد يستخدم للدربحة بوتات مع علمه طبعا. ولكن لو تسألني عن رأيي عن اللقطة بشكل عام، احس انه المفروض انه ما يدخلوا موضوع المصحف واحلف على المصحف وزي كذا، ما ادري، لكن انا اشوف انه لو حلف عادي خلاص كان المفروض الناس تصدقه. ولكن هذا الشيء يا اخوان ما يخفي حقيقة انه دربحة واحد من اكبر الستريمرز العرب عندنا، وطول الوقت ما شاء الله على الكيك يحطم ارقام قياسية، سواء هو او شونغ. يعني ما شاء الله الارقام اللي وصلوا لها في البثوث تسجل في التاريخ يا جماعة الخير. وطالما اننا جبنا سيرة البثوث، فضروري يا اخوان نجيب سيرة هتان القنبلة. وللي ما يعرف هتان، مع اني ما اتوقع ما شاء الله الناس كلها تعرف هتان هو واحد من ابرز الستريمرز الصاعدين عندنا خلال السنتين اللي فاتت. ارقام هتان ما شاء الله في البثوث جدا عاليه، وبالنسبه للستريمر صاعد اكيد انه واجه صعوبات في البدايه، وهذا الشيء اللي حكاه في البودكاست اللي طلع فيه. وكان عنوان المقطع ليه ما دخلت كلان مع هتان الاحمري، وحكى سوالف كثيره في البودكاست هذا، ومن ضمنها الصعوبات اللي واجهها في بداياته والضغوطات اللي تعرض لها من الحياه. وفي نقطه جدا مهمه واللي مع الاسف انها انقصت وانتشرت في المكان الغلط. يب
تويتر. وخلوني اوريكم الجزئيه في البدايه ونرجع نتكلم عن الموضوع بالكامل. انا قاعد اشوف الفرص اللي عندي، شفت يا ولد عقود بالهبل. انا السبب اني ما دخلت الكلان الى الان ان في ناس يا اخي ما يخافون الله، يحسبونهم بالذكاون عليك، لان في ناس قبلك ادلخ، فهمت؟ يجي يقول لك خذ هذا عقد سمعات، نبي 280% من الارباح، نبي من بثوث 70%، ونبي نربطك بليش تمشي هنا. ليش؟ فهمت علي؟ هل انت تفضل تدخل الكلان هذا ولا تكمل سولو؟ سولو اكيد سولو، ولا يستغلني اكيد. معين. انا ديني ودين الاستغفال هذا يا ولد، لان انا عندي محامين ارسل لهم العقود يشيكون. ما يصير يا اخي الاشياء اللي قاعد اشوفها انا، فهمت علي؟ ما اعمم انا على كل كلانات. هو للامانه كلان واحد جاني منه عقد وتغيرت نظرتي عنه للامانه، كرهته بالعربي باللي فيه، لان هذه حركه ما هي بحلوه. وكمل كلامه وقال انه الكلان هذا اللي جاله او الكلانات اللي تستخدم نفس الستايل اللي يستخدمه الكلان اللي جاله من ناحيه استغلال صناع المحتوى، ممكن انه يستغل صانع محتوى ثاني. اوكي هتان رفض، ولكن في واحد ما عنده اي مشكله انه يوقع معانا، لانه اساسا هذا الشخص يحب كلاننا، فلو نعطيه اي شيء ممكن راح يوقع. وهذا الكلام صحيح يا اخوان. في فرق كثيره تستغل صناع المحتوى، لانه صانع المحتوى هذا ما عنده اي مشكله يوقع معاهم، لانه هو نفسه يكون معاهم. ولكن اللي مو صحيح في الكلام هذا هو كلام الناس اللي انقال بعد كذا. هتان يا اخوان بالمعنى الحرفي ما ذكر اسم اي فريق ولا لمح لاي فريق، ولكن الناس ما شاء الله يعني ما قصروا وجابوا كل الفرق الموجوده. قالوا بيكس، قالوا تيو، قالوا باور، قالوا فالكنز. ما في فريق جاء في بالك الا قالوا الناس. فيوم زاد الكلام وزاد السب وزاد الكلام اللي ما له داعي، هتان نزل تغريده وكان يوضح فيها بعض الامور. وكان يقول في التغريده هذه: من رحت الرياض لاول مره من 6 شهور الى يومكم هذا ما شفت الا كل خير، سواء من الكلانات او اعضائها، وما استثني اي احد، واتمنى ما حد يبرر كلامي على كيفه وهواه. الكلان اللي تكلمت عنه ما ذكرت اسمه لسبب، ولله الحمد ما حد يعرفه، واتمنى يندفن، لان الفكر الزباله الانتهازي والبجيح هذا ما بيوديكم بعيد. وكون ما حد يعرفهم هذا اكبر دليل. يشهد الله اني ما شفت منهم جميعا الا كل خير. لا حد يرمي اسامي ويوجه صابع الاتهام على ناس ما لهم اي علاقه لا من قريب ولا من بعيد. وشكرا لكم جميعا يا حبايب. وكلام هتان هنا كان جدا واضح. الكلان هذا ما في احد يعرفه، وما هو من توب الكلانات عندنا. قد يكون كلان صاعد ما احنا عارفين الصراحه، ولكن الناس اللي قامت تسب في هتان وتغلط عليه بسبب انه قال الكلام هذا ما ادري صراحه شو وضعهم. ولكن في الاخير يبقى هتان واحد من اكبر الستريمرز اللي طلعوا السنه اللي فاتت، وما شاء الله لا زال مكسر ارقام كبيره في البثوث المباشره. وعلى سيره الارقام يا اخوان، الايام اللي فاتت حصل حدث تاريخي ولاول مره يصير عندنا في المملكه العربيه السعوديه، واللي هو وصول شونغ او احمد القحطاني ل 20 مليون مشترك على اليوتيوب، ليصبح اول صانع محتوى اي سبورت سعودي يصل الى هذا الرقم. ما شاء الله تبارك الله يا اخوان، رقم جدا كبير وانجاز جديد يا اخوان يحسب على اليوتيوب السعودي بالكامل. وتقريبا يا اخوان كانت هذه اهم الاخبار اللي صارت الفتره الاخيره. لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان، وقولوا لي رايكم في التعليقات يا اخوان عن الاشياء اللي صارت. وتابعوني في الانستغرام، انا دائما موجود في الانستغرام، وقناه الكيك برضو راح تلقونها في الديسكربشن، لانه دائما انا بث هناك. كنتم مع افضل اذاعه على الاطلاق، اذاعه اكس، ونشوفكم على خير ان شاء الله. استلويكم.